عمرك سألت نفسك ازاي خبر واحد في نشرة الأخبار يطير سهم لفوق وممكن يخسف بسهم الأرض؟ البورصة من أكتر الأسواق الحساسة لأنها بتتحرك على حاجة اسمها توقعات المستثمرين، واللي بيغير التوقعات دي أسرع من أي حاجة هو الخبر. في نوعين من الأخبار: أخبار خاصة بالشركة، يعني مثلا إعلان أرباح قوية، عقد جديد، استحواذ، دي حاجات بتخلي الناس تطمع وتشتري. ونوع تاني من الاخبار اسمه اخبار عامه، زي رفع الفايده، حرب، ازمه عالميه، وباء لا قدر الله. الحاجات دي بقى كلها بتخلق حالات خوف جماعي، فالناس تبيع وتقفش في الكاش. وهنا اخوك درويش هيقول لك تركايه مش ناس كتير هيقولها لك: اشتري على الاشاعه وبيع على الخبر، لان الاسعار دايما بتسبق الحدث نفسه. المستثمر الشاطر بيعرف يفرق في الاخبار بين الدوشه والاخبار الحقيقيه، وده اللي بيغير مستقبل الشركه على المدى الطويل. طيب انا هقول لك مثال: لما تسمع من الارصاد الجويه ان الاسبوع الجاي فيه عاصفه ومطر شديد جدا، ناس كتير بتجري تشتري وتخزن اكل وحاجات كتير علشان هي عارفه ان هي مش هتقدر تنزل، وساعتها الاسعار بتعلى جدا، مع ان في الواقع المطر لسه ما نزلش. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: الاخبار هي المحرك النفسي للسوق. الاخبار الايجابيه بتزود الطلب فيترفع السعر، والاخبار السلبيه بتعمل خوف فيزيد العرض وينزل السعر. ولو عايز تعرف اكتر اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.